يعني بيستجل بالمصريين وبيستهزأ بالمصريين، فواحد ما عندوش لا نخوة ولا عرض ولا شرف ولا شهامة ولا كرامة تجاه زوجته يعني. معقولة هيكون عنده وطنية لبلده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع مش محتاج يا سادة محترمين التداول ده كله، لأن هو أحمد حلمي عامة يعني الإفيه اللي عمله ده بخصوص المصري اللي هو جالس في الصف الأول في مسرحية بني آدم اللي كان بيقدمها أحمد حلمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، هو كان كل المقصود وكل الغرض وكل الهدف إن الناس تتكلم عنه، إن يظهر ويبان شوية. ولكن حضراتكم انتوا منتظرين ايه من واحد يعني زوجته خلعت البتاع وحطته في الشنطة يعني، وده كان امام الكاميرا يعني في فيلم يعني من افلامها. لا ويطلع يتكلم ويقول لك ما هوش تمثيل. طيب ما هو دي رسالة يعني هو تمثيل؟ ما هو ده دي رسالة يعني. خلعت البتاع وحطته في الشنطة بتاعتها والكاميرا جايباها وبرضه اتحفل عليها يعني، وكان الغرض برضه منه كده يعلي الريتج شوية الناس تشوفهم يعني. فالموضوع يعني سهل وبسيط جدا شرحه يعني، وملخص الحكاية بتاعت أحمد حلمي بخصوص المصري اللي هو جالس في الصف الأول. أنت مصري وجالس في الصف الأول أكيد معزوم يعني. بيستجل بالمصريين وبيستهزأ بالمصريين، فواحد ما عندوش لا نخوة ولا عرض ولا شرف ولا شهامة ولا كرامة اتجاه زوجته يعني. معقولة هيكون عنده وطنية لبلده يعني؟ ما اعتقدش يعني لو في، معلش انا بعتذر بعض الالفاظ الخادشة او الجارحة في الفيديو، فانا بعتذر، ولكن دي حقيقة شكلا وموضوعا يعني. الواحد لا عنده نخوة ولا شهامة ولا كرامة اتجاه زوجته يعني احنا بنعرف ان الراجل بيتميز ما بين المرأة والرجل بالحرارة يعني. يكون عنده حرارة، يكون عنده نخوة، طيب يعني يكون عنده نخوة. واحنا شفنا هنا البتاع اللي اتخلع واتحط في البتاع والكاميرات بتصور وملايين يعني الناس شاهدت الفيلم ده يعني، وهو مبسوط يعني ومتفل ورباطه. فمن الطبيعي جدا يعني ان يستهزأ بالمصريين، ولكن ده مش استهزاء يعني بالمصريين ولا بيقلل من شأن المصريين، لان المصريين الكل يعرفهم يعني بعيدا عن الوسط الفني. اما بخصوص اشرف زكي ده البيكبورس بتاعهم يعني لو حرفناها سنه ممكن تبقى البيكابورت، بس نمشيها البيكابورس بتاعهم يعني. الرجل الكبير يعني الرجل المثالي اللي في الوسط الفني يعني. الرجل إدارة، طيب يعني قائد السرية. احنا اتعودنا يعني من قائد السرية من وقت للتاني بيصدر لنا اشكال كده بتطلع تهين في المصريين، وكل ترند منهم بيطلع من الوسط الفني نتفاجئ ان احنا نخش على الترند ده عشان نسمعه. نلاقي الترند ده بيتكلم على حساب المصريين يعني إهانة المصريين يعني. قبل كده سماح أنور، وقبل كده أحمد عبد العزيز، وقبل كده مش عارف زوجة الأستاذ المحترم اللي يقال عليه أحمد حلمي أو أيضا أحمد حلمي يعني. فاحنا اتعودنا يعني على الشاكلة دي يعني والطيور على أشكالها طاقة يعني. إذا كان قائد السرية بتاعهم يعني ما عندوش أي انضباط يعني لتلامذته يعني، ولا للناس اللي هو بيأكلها وبيشربها. هو تقريبا بيسرحهم يعني انا اعرف ناس كده من ضمن الناس يعني، ومن ضمن المعيشة كده من ارض الواقع اللي احنا عايشينها. في ناس بتعمل مجموعة سريحة يعني شحاتين، بيبقى هو قاعد كده باشا وحاطط رجل على رجل والشيشة معاه وتمام التمام ومسرح بتاع 15 20 عيل كده بيشحتوا، وبعد كده يروحوا جايينه وكل واحد ياخد اللي فيه النصيب، وفي مجموعة تانية يعني من ناحية أخرى بشغلهم حرامية. كل واحد اللي يسرق صورة، اللي يسرق محفظة، اللي يسرق تليفون، وفي الآخر عند البيكابورس الكبير ده عند المعلم بتاعهم، وكل واحد يديله اللي معاه وبيراضيهم. فما هو إلا يعني أشرف زكي يعني كده يعني مصرح الناس دي يعني حقيقة شكلا وموضوعا يعني هو ما هو ده الوسط. ما هو عشان تقول لي دي رسالة من الوسط الفني، الوسط الفني دي مش رسالة، دي قلة أدب وقذارة ووساخة واستهزاء، دي مش رسالة. يلا تحياتي واحترام وتقدير لحضراتكم جميعا. يا ريت نعمل لايك ونتفاعل مع الفيديو ده ونوصله أكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.